طبعا ساعات قليلة وهندخل العام الجديد 2017. كل عام وأنتم بخير. هصدر توقعاتي طبعا قبل كده اتكلمت على الأبراج. المرة دي أنا هتكلم عن توقعاتي السياسية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لمصر والدول العربية والعالم، إضافة لتوقعاتي للشخصيات الهامة في مصر والعالم العربي خلال عام 2017. طبعا هبدأ بالمستشار مرتضى منصور من الشخصيات المهمة اللي توقعت لها وحللتها بالأرقام وعلم الفلك والنمولوجي خلال عام 2017. المستشار مرتضى منصور من مواليد 17 يونيو 1952، أي أنه من مواليد الدائرة الثالثة لبرج الجوزاء الهوائي وبرج الفلك له، أما برجها الرقمي فهو الثور والجدي. طبعا المعلومات بسيطة. كوكب المؤثر للجوزاء هو عطارد، أهم ميزات أنه متقلب، طبيعته عاطفي إلى آخره. أنا هخش على التوقعات سريعا. طبعا بالنسبه للتوقعات لي، انا كنت اول من توقع في العالم يمكن مشاكل المستشار مرتضى منصور وابنه احمد مرتضى منصور في البرلمان، مشاكله من نادي الزمالك الى اخره، وحدثت بالفعل. اما العام الجديد فتوقعاتي له من خلال علم الفلك اللي هو برج الجوزاء والطلع بتاعه، اضافه لرقم الشخص اللي هو 4، حاصل ناتج جمع 1+3، مما يعني ان حياته تكمن في العمل والبناء والاستمراريه من اجل البقاء. منصور يدرس ويتقدم خطوة خطوة، صبور ولكنه أحيانا يحرق المراحل ويتعجل، وهذا يأتي من ازدواج شخصيته اللي هو برج الجوزاء، حيث يجمع المتناقضات وأحيانا يكون مرتبك ويفقد الاستقرار فينطلق مزمجرا كاسحا كل شيء أمامه. هذا سر عصبيته وقلبه الطاولة على من أمامه فجأة، وهو من ينطبق عليه المثل القائل: إن بنيت قصورا في الهواء فلن يضيع عملك إن وضعت تحتها أساسات ثابتة. مما يعني أن مفاتيح المستشار مرتضى منصور هي التخطيط، الحذر، ملاحقة الهدف، التصميم لحد العناد. من أبرز مشاكل مرتضى منصور الصحية التي سيعاني منها العام الجديد 2017 هي العظام، الأسنان، المفاصل، الطحال، الجلد، التوازن الصحي. ونظرا لأن كوكبه الصحي، طبعا كل واحد الطلع بتاعه بيأثر عليه عامة كوكب معين، إضافة لكل جزء من أو كل جانب من جوانب حياته بيأثر عليها كوكب معين. الحياة العاطفية بيأثر عليها كوكب، الحياة الصحية إلى آخره، والحياة المهنية. أما الكوكب المؤثر على الناحية الصحية للمستشار مرتضى منصور هو بلوتو، هو كوكب التحول والتدمير. ومن أبرز مشاهير حاملي رقم مرتضى منصور العالميين هم سيغموند فرويد، أرنولد شوارزنيجر، بول ماكارتني، هو فنان. من خلال أرقام دورة حياة المستشار مرتضى منصور الثانية والتي انتهت منذ فترة سابقة قصيرة، فإننا نرى أن منصور قد حقق نجاحات لا بأس بها، وأيضا تعرض لخسارات كبيرة سواء مادية أو معنوية، وأيضا تعرض لمشاكل صحية وإن كان قد تقدم عليها. أما بخصوص توقعاتي لي الفترة القادمة فيوجد له، أتوقع له نجاحات عملية، منجزات طموحة، مفاجآت ثروة، واحتمال أسفار وتنقلات كثيرة. العام الجديد ليس لبلاد فقط وإنما تغيير محل إقامته، ولكننا أتوقع لمرتضى منصور على الجانب السلبي له، ودي من توقعاتي لي العام 2017، إجراء عملية جراحية الفترة المقبلة. عليه أن يكون حذرا من أمراض القلب والعمود الفقري والشرايين، كما أن هناك حوادث قد تقع له مشاكل قانونية وعائلية. في الفترة الممتدة من أول السنة الجديدة 2017 يناير حتى أوائل الربيع، سيعيد مرتضى منصور النظر في علاقاته مع مقربين له بالسلب أو بالإيجاب، وسيتحمل مسؤوليات جديدة مع إمكانية مشاكل شخصية وخيبات أمل من وعود واهية، وصحته ستكون على المحك كما فصلت سابقا. أما بخصوص الفترة من الربيع وحتى فصل الصيف من العام 2017 سيجني منصور وسيحصد ثمار عمله الفترة الماضية، وهناك إمكانية اتحاد أو شراكة تجمع بينه شخصيا أو ناديه الذي يتأصل هو الزمالك، ولكن هذه الفترة تحديدا ستشهد بنسبة كبيرة تخلي مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك لسبب أو آخر. وبخصوص الفترة من الصيف وحتى أوائل الخريف 2017 هناك مكاسب مادية له أكثر من المكاسب المعنوية، وقد نرى منصور في موقع آخر وهو موقع رئاسة الزمالك مع احتمالية مشاكل قانونية له وصحية وقضية مدبرة له تنظر في ساحات المحاكم وأحداث عنيفة. أما بخصوص الفترة من الخريف وحتى نهاية العام 2017 هناك أسفار كثيرة لمرتضى منصور وتجارب ومفاجآت مع مشاكل وحوادث تطال جسده وخسائر مادية. إخراج طارق.